واش باغي تعرف علاش قالوا فلوس خنز الدنيا؟ في هذا الفيديو غادي تعرف علاش. غادي يورثك اكثر من 400 مليون و90 هكتار ديال الارض. عزيز كي جاك هاد الحديد؟ ها؟ قصه واقعيه رونات لي دماغي وغادي ترون لكم دماغكم وغادي تخليك تعود حساب في كل شيء. غادي نرجعوا بالسيناريو اللور فاش غادي تبدا الحكايه ديال خالد وكيفاش ديك الفلوس صحيحه اللي غادي يشد. الاب ديال خالد من واحد العائله ميسوره معروفه في واحد المدينه لا داعي لديك الاسم ديالها. باه غادي يتزوج بواحد السيده وغادي يولد معها واحد الوليدات، دوز معها سنين طويله، وليداتهم كبروا حتى ديك السيده اللي ولداتهم كبرات وعيات شويه. بوات خالد كان باقي طالع في الجهل، فلوس موجوده عنده ومهلي في راسو. هو يقرر انه يعاود يكمل دينه ويعاود يتزوج. مشى تشاور مع المراه الاولى، قالت لي مادام انت باغي ما غاديش نوقف لك في داكشي اللي باغي دير. السيد الخير موجود، العاقه موجوده، فلوس تبن، واخا كبير شويه اي وحده غادي يمشي يخطبها غادي تقبل وعينها مغمضين. هي هادي غادي يتوسطوا لي الناس وغادي يشوفوا لي واحد الدريه مازالها صغيره شويه. مشى شافوها عجباتو ويتزوج بها بوات خالي ودا واحد الفيلا اخرى سكن فيها، يعني كل مرأة سكن بوحدها. ومن هنا غادي تبدا الواقعه ديال السيد اللي غنهضروا عليه. خالد غادي يكون هو الكبير في خوتو وغادي تكون عنده 27 عام. الاب ديالو غادي يقرر انه يزوجو ويشوف ليه شي مرا باش يجمع راسو ويكبر وليداتو معاه ما حدو مازال صغير. داكشي اللي غادي يكون. بوات خالد غادي يتشاور مع مراتو الثانيه، غادي يقول لها راه باغي نزوج خالد وخاصني نشوف ليه شي مرا. وهي تنقص مراتو الثانيه قالت لي الا بغيتي تزوجي راه كاين واحد بنت خويا تبارك الله واخا صغيره راه وافيه وعلى خير. الا بوات خالد ملي كاينه السيده وما عارفه حسن لي كاع نتشاوروا مع الدري ندوي يشوف الدريه ولا عجباتو الله يكمل بالخير. المهم خالد وباه وامه ومرت باه داروا اللازم، تقداو داكشي اللي كيحتاجوه الناس باش يمشيو للخطبه وتوكلوا على الله. وصلوا عند الناس، خالد شاف الدريه عجباتو قال لهم الله يكمل بالخير. داروا داك النهار المعلوم كتبه وداكشي ديال الفيشطه. المهم بقى فيها الضحك واللعب حتى الصباح. خالد تزوج والزوجه ديالو غادي تكون سميتها رشيده. خالد واخا ما عمرو عرف رشيده ويني العلاقه من بعد الزواج كانت زوينه ولا كيبغيها وعاجبو الحال وفرحان معاه. غادي يدوز معاه العام الاول حياه سعيده كلشي زوين. العام الثاني غادي تحمل وغادي تولد ليه واحد البنيه الاولى. ما غاديش يدوز بزاف على الولاده ديال البنيه الاولى وغادي تحمل عاوتاني. مادام هذا غادي تولد عاوتاني البنيه الثانيه ولو عنده جوج بنيات. خالد عاجبو الحال فرحان مع ديك السيده ومهلف بناتو. عايش مع باه مداير ليه واحد الشهريه لانه مقابل ليه الفلاحه وداكشي اللي عنده. واحد اليوم من ايام الله خالد غيجي عنده باه غيقول لي غطلق رشيده. خالد قال لي كيفاش وعلاش غادي نطلقها؟ قال لي باه غادي تطلقها غادي تطلقها، انا اللي كنقول اش غادي دير. ربما بوات خالد شاف على رشيده شي حاجه داكشي علاش. ويني خالد كان باغي رشيده وما باغيش يطلقها، كان كيحشم من باه وما يقدرش يخسر ليه. اش غادي يدير خالد؟ غادي يطلق رشيده والبنيه ديالها مازال صغار ديك الساعه. خالد ما عجبوش داكشي اللي دار ليه باه، غادي يقرر انه يخلي ديك الخدمه اللي كيخلصوا منها باه ويمشي يخدم خدمه اخرى عند ناس اخرين. سماح في ديك الخيرات اللي عند باه ودوك الفلوس ما بقاش كيمشي عنده بصفه نهائيه. رشيده جابت بنياتها عند امها وخوات ديك المدينه اللي كانت ساكنه فيها ومشات خدمات في مدينه اخرى باش تكون بنياتها. خالد بقى على ديك الحاله سنين طويله والقضيه اللي دار ليه باه ما بقاش تصرات ليه. واخا كيصيفط ليه باه مع الناس باش يرجع الا انه ما كيبغيش. بناتو كبروا وبوات خالد تا هو كبر قلال صحته وداز على طلاقو اعوام طويله. بناتو زاد في عمرهم وداروا عقلهم. رشيده دبرات على راسها وعاودت تزوجات بواحد السيد لاباس عليه هو اللي كبر وقرا دوك البنيتات. واحد النهار غادي يوصل واحد التليفون لخالد المفاد ديالو جي رباك قدامو الامانه امانته. ديك الساعه غادي يمشي الطريق وغادي يمشي للفيلا ديال مرات باه. لقاهم غاديين بيدفنوه بقى فيه الحال والدموع نزلوا ليه من عينيه. ويني ما عند الميت ما يدير قدام غسالو. رشيده هي غادي تكون في العزاء لان راه عمتها هذيك. خالد بطبيعه الحال هو غادي يكون تم ربو هذاك وغادي يتلاقاو مع بعضياتهم. الشوق والحنين غادي يرجع. وليني راه فات الفوت رشيده راه مزوجه وعندها راجلها. بداو كيتفكروا داك الايام وقالت لي حنا جمعاتنا الايام زوينه ما نبقاوش قاطعين كلامنا ونرجعوا خوت مع بعضياتنا. خالد قال لها مرحبا اختي رشيده. وهي تقول لي رشيده شك ما عندك لا طوموبيل لا والو. قال لها خالد والحشمه في عينيه راكي عارفه اختي راني كنت خدام غير عند الناس، ديك الخلصه يلاه كنت مكافي بها مع الكرا والمعيشه. وهي تقول لي رشيده وسير خذ لك شي طوموبيل من الطوموبيلات ديال باك راه كاينين في لاكاب. ويقول لها اختي رشيده راكي عارفه مازال ما تقسمش الورث. وهي تقول لي
راه مادام ما تقسمش الورش راه من حقك تاخذها. ويقول لها بصح اختي رشيده. قالت لي راه من حقك. مشى وقف على مرت بواه قال لي راه باغي شي طوموبيل من الطوموبيلات ديال با. مرت بواه قالت لي ماشي مشكل سير لك خذ لك الطوموبيل اللي بغيتي. مشى خد واحد الكاشكاش ولا كيركب عليها ولا كيدور بها وبقى اتصال بينه وبين رشيده. وهي تعيط لي واحد المره قالت لي امضرا خالي ما خاصكش شي حاجه ما خاصكش شي فلوس. خالد حشم وقال لي لا ما خاصنيش. وهي تقول لي ما تحشمش راه ما بيناتناش وما دوزناش قليل اللي خاصك نعطيها لك. وتا ديك الساعه ديروا ردهم ليا كاع بحكم رشيده مزوجه بواحد لاباس عليه مسك على الله ماديا شويه عليها. بدات كل مره تعطيه شويه مره كتعطيه 10000 درهم مره كتعطيه 5000 درهم حتى وصلت معاه شي 75000 درهم بحال هكا. اي حاجه كان كيبغيها خالد كان كتعطيها ليه رشيده كانت مهلع فيه من المزيان. المهم بقى بحال هكاك حتى لواحد النهار ويعيطوا ليه خوتو وغادي يقولوا ليه جي باش نقسموا الورث. مشاو قادوا الوريقات قسموا داك الرزق كل واحد جا داكشي اللي في حقه. واللي كنهضروا عليه اليوم غادي تجي في حقه 400 مليون و90 هكتار ديال الارض. فلوس دخلات عند خالي خاصو يعوض راسو ويعوض بناتو على الايام اللي فاتوا. اول حاجه غادي يديرها هي غيخرج واحد 12 مليون غادي يعطيها الرشيده واخا هي كتسالو غير 7.5 بغى يجازيها على الخير اللي دارت فيه. مشى شرا واحد الطوموبيل مزيانه واحد الطوموبيلات هي ما نعاودش لكم بغى يعوض زعما هذاك الحرمان اللي كان داز عليه. بناتو كل مره كيعيطوا ليه اللي باغا 10000 درهم اللي باغا 5000 درهم اللي باغا تليفون غالي. مهم ما كيخسرش ليهم اي حاجه بغاوها وهو كذلك ولا مبرع مزيان ومبرع مع بناته. خالد غادي يولي يمشي واحد القهوه ديال الشيشه وديك القهوه خدامه فيها واحد السربايه عجباتو ديك الدريه ولا فين ما كيتقهوى تما فاش كيبغي ينوض كيخلي بورفوار صحيح. ديك السربايه شمات في خالد ريحه فلوس وبدات كتقرب ليه ولاو كيخرجوا مع بعضياتهم. وبطبيعه الحال غادي يعرفها على بناته وعلى مراته السابقه رشيده زوجات بيديك السربايه. ولات كل مره كتقول لي عطيني الفلوس مره راه خاصو يبني مره راه والديا مرض. مهم كل مره كتجبد منه شويه. خالد كان سخي وما كيخسر حتى شي واحد. واحد النهار جالس خالد هو ومراته السربايه وبناته بجوج ورشيده. هي تقول لي ديك السربايه خالد علاش ما نديروش شي قهوه ونديروا فيها الشيشه البروجي راه مزيان هذا وكيجبد الفلوس. رشيده راه غير كتسمع. مهم دوزو داك النهار بعضياتهم وتفرتكوا. رشيده ملي مشات للدار وهي تقول بناتها اسمعوني وسمعوني مزيان واش باغيين فلوس باكم يمشيو. الدريات قالوا لا ماما. وهي تقول لهم هذيك خيتي السربايه راه غدير لباكم فلوسهم. هما يقولوا لها واش غادي نديروا. وهي تقول لهم رشيده انا اللي غادي ندير نتوما غير طيعوني وسمعوا داكشي اللي غادي نقول. المهم رشيده الغد عيطات لخالي وتلاقات معاه وهي تقول لي قول لي يا خالي الفيلا اللي ساكنه فيها عمتي. قال لها مالها. قالت لي في اخبارك هذيك راه تساوي اكثر من 800 مليون راه من حقك تاخذ فيها حقك. راه واخا عمتي وليني راه ما نبغيش تضيع في رزقك وباش تربح القضيه انا غادي نشهد في عمتي وغادي ندير واحد الاشهاد عند العدول المفاد ديالو باللي با كان على فراش الموت وعمتي جابت العدول وزورات داكشي باش تاخذها هي بوحدها. خالي يطمع ويقول لها وديري معايا هاد القضيه اختي رشيده. قالت لي نديرو معاك خالي العشره اللي دازت بيناتنا راه ما دازتش قليله. المهم رشيده مشات قادات الوراقي وقادات مع العدول داكشي اللي غادي يتخص ودابا غادي دوز الخطه ديالها باش غادي تطبقها. فحد الميزه كاينه في الواتساب فاش كتخرج منه كيبقى الوقت الفوق ما عادش خرجتي. رشيده غادي تبقى عاسه على خالد تما غتبقى عاسه عليه حتى شي نهار يكون سهران لانه كان بلي بالحشيش والشراب. وواحد النهار غادي يبقى سهران حتى 4 الصباح. عرفات رشيده باللي خالد كان كاو بالليل جا دق عليه مع 7 ديال الصباح حلاو خاسر بالناس كاو. وهي تقول لي نوض دابا نصايبوا ديك الورقه عند العدو. خالد قال لها يا ودي انا راه منعس سيري خليتها الغدا ونمشيو. قالت لي الا ما مشيناش اليوم ديك الورقه غادي توفى واليوم خاصنا نمشيو قبل الغدا. ركبات في الطوموبيل عندها وصلوا عند عدول كيلقاوه بوك النوبه ديالهم باش توصلهم على شحال. خالد ما كانش كيحمل السهام ما كانش كيحمل يتسنى. وين رشيده قالت لي ما تخافش انا غادي نمشي نطلب العدول باش يسر بينا حنا الاولين حط لنا الوريقات تبصموا السيني فيهم باش نطحنوا في ديك القضيه ديال عمتي. وتو على نيتو قال لها شوفي اختي رشيده الله يحفظك لا بغى لينا ولا بغى يدير معنا هذا المزيان. المهم رشيده مشات بدات كتطلب فيه. خالد تا هو جا بدا كيقول الله يرحم لك الوالدين راه حنا زربانين وعاقدين معنا هاد الغرض غير حط لي الورقه راني نبصموا السيني. العدود شافتها هي وقال لي يلا زيد نصبكم. حط لي 2 ورقات بصموا السينه في الاولى الثانيه كذلك بصموا السينه ومشوا بحالاتهم. دابا داركم راسكم تنتوما
بغيتو تعرفوا هاد العقود شنو فيها وغاجي نقول لك. العقد الاول سيدي فيه سلف الله واحسان، يعني باللي رشيده كتسال خالد 170 مليون وعلى مراحل، وكل شيء على مراحل. زعما كل مره رشيده كانت كتعطي خالد شويه ديال الفلوس، مره كتعطيه 10000 درهم، مره كتعطيه 5000، مره كتعطيه 7000. باش ما يتمش المساءله ديالها من بعد انت منين جبتي هاد 170 مليون باش تعطيها ليه. والعقد الثاني اش فيه؟ باللي هو دار بنته وكاله عدليه، وهاد الوكاله العدليه شنو فيها؟ تبيع لمن شاءت وبما شاءت ولمن شاءت، يعني واخا تبيعها بدرهم ما كاينش اللي يسولها. بنته الكبيره اش دارت؟ ديك 90 هكتار ديال الارض اللي عنده باعتها لختها الصغيره، ومشاو سجلوه وحفظوه هما ضاربين طم وما قالوا ليه حتى شي حاجه. ورشيده بديك السلاف ديال 170 مليون غتمشي ترفع عليه قضيه. شنو هي القضيه؟ استخلاص ديون، وحجزات ليه سيدي على الفلوس اللي عنده في البنكه. وشوف العيالات علاش قادات. خالد بحكم كان ديما كيخرج فلوس كثيره وكيحطها في الدار، ما كانش كيمشي للبنكه بزاف. واحد النهار غادي يبغي يخرج فلوس لانه كان باغي يزرع دوك الاراضي اللي عنده. فاش وصل البنكه كيبغي يخرج فلوس، كيقولوا لي ودي فلوسك راه محجوزه. وهي اللي على محجوزه؟ كيفاش هاد محجوزه يعني؟ قالوا لي راه فلوس كاينين متفقين معاك هما كاينين، وليني راه حاجه عليهم واحد السيده سميتها رشيده. وهي اللي على رشيده هز التليفون عيط ليها، الو رشيده انت كيفاش هاد الحجز ما الحجز عاوتاني؟ تشمن لي الفلوس حاجتي لي عليهم، واين فلوس هادو ديالك؟ جاوبت رشيده قالت لي فين انت؟ قال لي انا في البنكه. قالت لي انا جايه عندك دابا. سيدي من تما رشيده غادي تطفي التليفون وغادي تخوي المدينه. بقى كيتسنى فيها واحد شويه ما جاش، كيعاود يصوني لها كيلقى التليفون طافي. خالد حس بالقالب، اش غيدير؟ غادي يعيط لخوتو، الو انتوما تعالوا شوفوا رشيده جات ليا راه حجزت ليا على داكشي اللي عندي وحجزت على الفلوس. خوتو قالوا لي قطع داب وسير المحافظه سول على الاراضي. داكشي اللي دار كيمشي للمحافظه كيلقى الاراضي تباعوا، ولما تباعوا لبناتو 3 سنين وطالع هابط معاهم في المحاكم والو ما صوروا منهم حتى حاجه. ملي كيدخلوا عند القاضي التحقيق كيسولوه قول لي واش سينيتي وبصمتي؟ كيقول لي سينيت وبصمت، ولكن راه ما عارفش على السينيت. كيقول لي ودي راه ما غادي تصور حتى شي حاجه مادام انت مسيني، راك ما غتصور حتى شي حاجه. كيقول لي خالد راني سينيت وبصمت، ولكن راه ما عارفش على السينيت. كيقول لي داك القضيه وراه ما عندي ما ندير لك اوليدي. 3 سنين وكيجري من محامي لمحامي، كلشي مشى ليه. شي ديك الدار والطوموبيل اللي بقات ليه كتسحبوهم باقيين ليه. من بعد ما حجزت لي رشيده على ديك 170 مليون ويني كان بقى عنده غير 140 مليون، حجزوا لي حتى على الدار والطوموبيل ودوزوهم في السيزي باش يكملوا خيتي الفلوس. خالد كلشي تخلى عليه، نصبوا عليه بناتو مراتو السربايه حتى هي خلاتو. فاش ما بقاش عنده الفلوس مشى ليه كلشي ولا ساكنه في بيت مع الجيران. خالد من بعد واحد المده خبر لي الاشار وما بقاش كيبان. الجندارم كيلقاو واحد السيد معلق في واحد الشجره ومسامع مع حياته، ويني ما عرفوش شكون هو لان حتى واحد ما كيسول فيه. الجندار من بعد 20 يوم من بعد ما وصلهم التعريف ديال البصمات غادي يعرفوا ديك الساعه راه هو خالد اللي داو ليه فلوسه. خالد مشى عند الله ومشى عاصيه، واللي باقيين عايشين دابا بنته ومراته بخنز الدنيا باقيين مشقلين به. شو الدنيا كي دايره؟ شتي الفلوس كيفاش كتخلي البشر؟ الله يخرجنا من دار العيب لا عيب. تهلاو في راسكم الخوت.